السلام عليكم. أهلا بيكم يا شباب. تحب تتعلم تبني تطبيقات ويب تفاعلية بشكل بسيط وسريع؟ في الكورس ده هنتعلم مع بعض فيو جي اس من الصفر حتى الاحتراف، خطوة بخطوة وبأسلوب عملي وبسيط. يلا نبدأ. ايه هو فيو جي اس؟ فيو جي اس هو فريمورك مبني على الجافا سكريبت، بيساعدك تبني واجهة مستخدم بشكل بسيط وسريع بدل ما تكتب كل حاجة بإيدك من خلال الجافا سكريبت. وطبعا الكورس ده هيكون موجه للناس اللي عندها خلفية عن الجافا سكريبت وال HTML وال CSS، لأنها انبنت على الجافا سكريبت، فلازما على الأقل يكون عندك الأساسيات بتاعتهم. طبعا فيو جي اس بتتميز بحاجتين أساسيتين. أول حاجة الديكلاريتيف ريندرنج، والديكلاريتيف ريندرنج هي خاصية بتديك إمكانية تحديد الأوتبوت اللي أنت عايزه، وفيو بتتولى رسمه على الشاشة. زمان لما كنا بنتعامل مع الجافا سكريبت، فلما كنا بنيجي نغير في الصفحة بتاعتنا أو في ال HTML بتاعنا، فكان من خلال حاجة اسمها الضم. والضم ده هو عبارة عن إن هو بيحول كل الإليمنتس اللي موجودة في الصفحة النودز. فعلشان نقدر نتعامل مع نود معينة، فكان لازم نجيبها عن طريق مثلا الاي دي او الكلاس او غيره، وبعد كده نحدد احنا عايزين نغير فيها ايه. عايزين نغير ستايلز او نغير المحتوى بتاعها او غيره من الحاجات اللي احنا كنا بنتعامل بيها مع الجافا سكريبت. بس احنا كنا بنتعامل مع حاجة موجودة بشكل فعلي، فالنودز دي كان تم رسمها بشكل فعلي واحنا من نعدل عليها مش اكتر. لكن مع فيو جي اس الموضوع يختلف. احنا قبل ما هنرسم النودز ديت على الشاشة بتاعتنا، احنا بنحدد شكلها هيكون عامل ازاي، وبعد كده فيو جي اس بيقدر ان هو يتحكم ويقدر يرسم ده كله على الشاشة. فده كله بيدينا امكانية او ديناميكية كبيرة او اوسع في التعامل مع الكود بتاعنا. كمان في حاجة تانية اسمها الرياكتيفيتي، والرياكتيفيتي معناها انه لما بيحصل تغيير في الداتا، بيحصل اوتوماتيك تغيير في الواجهات بتاعتنا من غير ما نكتب اي كود اضافي. علشان كده احنا محتاجين نركز بشكل اساسي مع اللوجيك والداتا، وفيو بتشيل عننا حمل التعامل مع الضم. كمان فيو جي اس اتسمت بحاجة اسمها البروجريسيف فريم ورك، علشان بتدينا طرق مختلفة في التعامل معاها حسب احتياجاتنا. زي انك مثلا ممكن تستخدمها مع ملفات ال HTML بطريقة مباشرة علشان تبدأ تخليها تفاعلية، وكمان تقدر تطلع بيها حاجة اسمها سنجل بيج ابليكيشن. وده اصلا الفكرة الاساسية اللي قامت عليها الفريموركس اللي اتبنت على الجافا سكريبت ومنها فيو جي اس. والسنجل بيج ابليكيشن معناه ان الابليكيشن بتاعنا او الموقع بتاعنا بيشتغل في سنجل بيج او صفحة واحدة، والتغيرات اللي هتحصل جوه الصفحة دي او الكومبوننت الداخلية للصفحة دي بيتم من خلال كود الفيو جي اس اللي احنا ان شاء الله هنكريته. كذلك بيقدر يدينا امكانية السيرفر سايد ريندرنج، ودي خاصية مهمة خالص هنعرف فوائدها ان شاء الله خلال الكورس. ومن اشهر الفوائد دي حاجة اسمها ال SEO، ودي طبعا علشان نبدأ نعرف هي عبارة عن ايه. ان اصلا فيو جي اس اتبنت على الجافا سكريبت، والجافا سكريبت هي لغة بترن على البراوزر بتاع العميل. يعني اللغة نفسها ما بيحصلهاش تنفيذ غير لما العميل يفتح الموقع او يفتح الابليكيشن، فبيحصل لها رن على البراوزر نفسه، فده بنسميه الكلاينت سايد. لكن احنا في ظروف معينة بنكون محتاجين الكود بتاعنا يكون جاهز قبل ما يوصل للعميل، علشان كده بنستفيد من خاصية السيرفر سايد ريندرنج علشان تدينا إمكانيات معينة نقدر نستفيد منها ونبني بيها الموقع بتاعنا. هنعرف ده كله خلال الكورس إن شاء الله. كمان بتدينا حاجة اسمها الاستاتيك سايتس، برضه هنعرف تفاصيله خلال الكورس. عشان كده فيو جي اس بتكبر معاك على حسب احتياجاتك. كمان فيو جي اس بتعتمد طريقتين أساسيتين في كتابة الكود بتاعها. أول طريقة هي الأوبشنز اي بي اي، والأوبشنز اي بي اي هو الأسلوب القديم اللي كانت بتعتمد عليه فيو لحد فيو جي اس 3. وده كان عبارة عن اوبجكت كان فيه مجموعة من البارامترز، فيها مجموعة من الفانكشنز بنقدر من خلالها ان احنا الكنترول على ال HTML بتاعنا او المحتوى بتاعنا. ولكن الطريقة دي كان بيحصل فيها تعقيد وعدم تنظيم لما المشروع بيكبر أو لما بنشتغل على مشروع كبير. علشان كده فيو جي اس 3 جت بحل سحري وهو الكومبوزيشن اي بي اي. وبالمناسبة هي الاوبشنز اي بي اي في الأساس كانت مبنية على الكومبوزيشن اي بي اي.
ففيو جي اس 3 عطتنا طريقة الكومبوزيشن اي بي اي علشان يكون فيها مرونة بشكل اكبر، فحولت كل البارامترز اللي في الاوبجكت دي لمجموعة من الفانكشنز بنقدر نتعامل معاها بشكل مباشر. فده بيدينا تنظيم ومرونة اكبر مع المشاريع الكبيرة. علشان كده هو الاسلوب الريكومندد او الموصي بيه في استخدام او بناء الابليكيشنز من خلال فيو جي اس، وده اللي هنعتمده ان شاء الله في الكورس. لكن انت تقدر تستخدم الاسلوب ده او الاسلوب ده براحتك او على حسب احتياجاتك. طبعا فيو جي اس بيقوم بشكل اساسي على حاجة اسمها السنجل فايل كومبوننت، والسنجل فايل كومبوننت هو عبارة عن ملف امتداد دوت فيو بيكون فيه كل حاجة تخص الكومبوننت دي. فهو من اسمه هو سنجل فايل، يعني بيحتوي على السكريبتس وال HTML والستايلز اللي خاصة بالكومبوننت دي. لان احنا المشروع بتاعنا هيكون عبارة عن مجموعة من الكومبوننت المترابطة ببعضها، كل كومبوننت قايمة بذاتها. علشان كده كل كومبوننت عبارة عن 3 اجزاء رئيسية. الجزء الاولاني هو السكريبت سيت اب، وده اللي هيكون فيه كود الجافا سكريبت وكذلك اللوجيك اللي احنا هنتحكم من خلاله في ال HTML بتاعنا. وبعد كده الجزء التاني هو التمبلت اللي هيحتوي على ال HTML اللي هنتحكم فيه. ولو احنا عايزين ندي ستايلز معينة للكومبوننت دي بشكل خاص من غير ما تأثر على اي شيء تاني او على اي كومبوننت تانية، فهنستخدم الجزء التالت وهو الستايل. وطبعا عندنا مثال الكاونتر زي ما انت شايف كده متقسم لسكريبتس، وكذلك عندنا التمبلت او ال HTML والستايلز اللي احنا عطيناها للبوتوم اللي احنا لما نضغط عليه هينفذ اللي موجود في السكريبتس، وهو ان هو بيعمل كاونت للعداد بتاعنا. علشان كده ان شاء الله خريطة الكورس بتاعنا هنقدر نتعلم حاجات كتير من خلالها نبدأ نظبط المشاريع بتاعتنا من خلال الفيو جي اس. طبعا هنتعلم اعدادات البيئة وازاي نكريت اول مشروع لينا، كمان ازاي هنتعامل مع الريف والرياكتيف عشان نحقق الرياكتيفيتي، كمان هنتعامل مع او هنتعرف على التمبلتس وكذلك الكمبيوتد والدايركتيفز والواتشرز، وهنتعرف على الكومبوننت بشكل اعمق، وهنتعلم حاجة اسمها الفيو راوتر علشان نتنقل ما بين الصفحات بتاعتنا. كمان هنتعلم حاجة مهمة اسمها الستيت مانجمنت، ودي علشان ندير الداتا بتاعتنا ونخليها شيرد ما بين الكومبوننت بتاعتنا من خلال حاجة اسمها بنية. وكمان هنتعرف على حاجات تانية اكتر خلال الكورس ان شاء الله. وفي الاخر هنبني مشروع كامل نطبق عليه كل اللي اتعلمناه علشان نثبت المعلومات بتاعتنا بشكل عملي. علشان كده تابع معايا الكورس بالترتيب، والسلام عليكم.